صباح الخير البنات والامهات العزاز، كي صبحتوا مزيان؟ لاباس عليكم؟ نتمنى نلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال وبصحه جيده ديما ان شاء الله. وكنقول لكم صباح الخير، وكنقول لكم كي صبحتوا مع تماره وكي كتصبحوا مع الشقه وتماره ديال الدار ومع هذا البرد. زعما الله يحسن العوال جميع الامهات، كنقول لهم الله يعطيهم القوه ويعطيهم الصبر باش يكملوا المسيره اللي راحنا بادين ان شاء الله يا ربي. كل مره مسكينه راه داكشي راه اللي كيدوز عليها في الدار، زعما راها كما كانت كتبغي دارها وتبغي ولادها وتبغي الخدمه اللي هي خدامها في الدار، راه ما تقدرش تكمل وما تقدرش ديرها. ولكن الحمد لله كنخدموا حنايا، يعني وحنايا باغيين دارنا وعجبنا الحال وخدامين على وليداتنا وعلى العائله ديالنا، كلشي كنقدموه بحب ان شاء الله يا ربي. كنتمنى يعني غير اللي يقدر لك التعب اللي كتعبيه وتماره اللي كتضربي. اليوم انا هنايا نض الصباح، يعني كيما كنجمع البيت كنجلس شويه كنشوف السرجم ونجمع افكاري ونعرف راسي شنو غادي ندير ومناش غنبدا. ضروري الا ما درتش هكا راني ما نعرفش شنو ندير. كنجلس نخمم شويه، كنعطي راسي واحد الوقيت شويه اللي نجمع فيه الطاقه ديالي ونشوف الدنيا ونبقى نفكر شنو غادي ندير مناش غنبدا. اليوم كنت مقرره غادي نبدا من هذا البيت، هو اللي في التالي خرجت بقرار حيت دائما كنقول غادي نبدا به. كنمشي للكوزينه كنوحل، راه عندي راه تبعني واحد التخمان ما نقول لكمش. باقي عندي الصالون خصو يتجمع ويتخمل، وعندي شي زريبيات حتى هما. اليوم بقيت نفكر ونشوف هاد الطبيعه ونشوف هاد الدنيا ونشوف هاد الهدوء والسما الصافيه والجو اللي غزال. زعما واحد الجو في الصباح كيصبح يا سلام، ما يسخاش الواحد انك النفس ديالك كترتاح وانت هكا بحال اللي كتهاودي مع راسك بحال اللي. المهم لقيت راسي خاصني نبدا من هذا البيت. هنا كنت جمعت الحوايج، اختي ايوا انا اختي رجعت كنعاود نشف في الارض. والله الا ولات كتلمع راها باينه، والله الا تنقات ومزيان رجعت كتلمع يا اختي. ما تقولوش انا راني ما حدك والله الا شوف معايا اللمعان يا اختي. ولكن هنا ما تشوفوش، هنا بلا ما تركزوش، لان راه كلشي خويتو درتو تما باش نلقى كي ندير نسيق الارض على خاطري. ايوا انا رجعت لهاد الفورماسيون الصغيره ديال الدجاج صافي. ولكن راه نافعني كنحط فيها الدويات اللي كيبقاو علينا. راكم عارفين حنا كنشربوا الدواء حدنا كنوضوا ما كنكملوهاش. عرفتي راه كاين شي دوايات خصك ضروري تكمليها. انا بعدا ما عندي عمرني ما كملت الدواء. حدني كنوض كنلقى راسي شويه كنقول وصافي من هنا دابا ما كنقدرش عاد نكملها. صافي هاد الدهنه هادي هانتوما كنخرجها للطبيب للوليد. كنشعرو كيدير القشره بزاف، ماشي القشره ديال القشره، راه كيدير واحد القشره كبيره. خرج لي ديك الدهنه دايره بحال فازلين. وهنا كنشارك معكم هاد السيرو هذا غزال رحمه، والله العظيم الا رحمه. زعما اللي عند هاد الدراري هكا في البرد كيمرضوا يعني بالبرد ونيفهم اعزكم الله كيبقى يسيلوا الكحه، وهذا غزال هذا طبيعي يسيروا طبيعي ديال فليو. عرفتي قسما بالله هاد القبطله الرواح ولا النيف السيلان ديال النيف. المهم كيصلح هكا البرد، يعني الوليد فاش كيضربوا البرد اولا والله الا كنشربوا تاع انا نعاود فاش كيكون ضربنا البرد. هذا تا هو ديال الرواح غزال هاد الفاني كيحب الزرقاء ديال الليل ويحب البويض ديال النهار. راه والله العظيم ما كنكملوش حتى الحمد لله كنحس
الطاقه ديال الرواح ندير شي 24 درهم حتى هو غزال. المهم انا هادو ما كنفضلهمش. عندك هاد السيروم وعندك هاد الفاني ديال الرواح ما كنفضلهمش لان كنبقى عليهم راحتي وما كنبدلهمش كاع. هذاك الفاني اللي قلت لكم يلاه كنشربو شي مره جوج، ما عمرني ما كنبدل الفاني ديالو. ما كنسمعش شي حد مريض قريب ليا اولا كنعرفو كنعطيهلو، اولا عاوتاني حتى لا قدر الله عاوتاني مرضت شي مرضى ديال الرواح وحده اخرى كنكملو. المهم عندي يلاه شي 2 حبات 3 كنحس بالراحه. تعرفوا فاش كيكون الرواح وكتجيو تنعسوا في الليل على خنقه، لا اله الا الله. المهم هنا كنت رتبت ديك الدوايات حطيتهم بلاصتهم، ايوا صافي، وكنت ساليت البيت جمعته قديته وفرشت له يا اختي هاد السرابيه. والله الا العاد في البيت شويه، والله الا كنت كنصدم الا عرفتي رجليا كيتقطعوا بالبرد. مع بقيت حتى مازال الحال سخون، مازال الحال سخون. فاش برد الحال راه برد الحال في خطره. صافي هنا عاد ارتحيت والطاقه الايجابيه رجعت في البيت، والبيت هو رجع مزيان. باقي ان شاء الله نبدلو الريدو. والله الا راه فاش كتنقي دارك وتنقي بيتك والله العظيم تغير، راح النفسيه التامه اللي مزيانه صراحه. الله عاد كترتاحي وكتنزل عليك الراحه. انا راه اليوم راه ما درت الغدا لا والو، كنت سخنت غير كانت بقات لي الغدا من البارح سخنتها صافي. ضليت غير في هذا البيت كل نهار كنخصو البيت والله العظيم. شاف الدار صغيره وشاف والله الا ملي كنوضو في الصباح راه ما كاينش كاع الراحه. وهنا هذيك بابا اللي كنت شاركت معكم خليتها غير خصيصا غير هنا للبيت ملي كانت شي حاجه غير خفيفه، وخلاص الاخرى اللي كبيره هذيك خليتها للصالون. الزربيه اللي في الصالون على ما ان شاء الله نصب زربيه الصالون. ما هذيك راه ما كتشدليش البرد، عرفت راه واحد البرد يا ربي ترحمنا يا ربي. صافي دابا عاد ارتاحيت وتهنيت، واخا ما نتغدى واخا ما ندير والو، المهم نخرج بواحد النتيجه. هاني اختي جلست انا كنفكر عاوتاني نرد نفسي شويه باش نوض عاوتاني نكمل المسيره ديال العشيه. ايوا يا اختي هنا غادي نجلس شويه نرتاح كما قلت لكم، وغادي نرطب شويه يدي لان يدي عرفتي راه حراش وبتماره وضرب صبعي. والله الا لعتي يا ربي تسمح لنا من النفس ديالنا ومن الجسد ديالنا، لان راه كنتكرفسوا عليه ونتكرفسوا على يدينا وعلى رجلينا ما نقول لكمش قداش. والله العظيم الا كنتكرفسوا عليهم بالمعقول. صافي هنا قلت نرتاح شويه نرطبهم لان مع جافيل راكم عارفين وهذا والماء مع دابا البرد بحال اللي كيرجع الشرقي. صافي رطبتهم شويه وقتي وعاد جلست ارتاحيت، وغادي نوض نشارك معكم واحد الطبق ديال الحريره شهاتها الوالده. قالت لك انا البرد راه الحريره هي اللي كتسخنني. ايوا قلت ما نعكسش، راه حتى كنت غنعكس في اخر لحظه لان راه تهديت. واخا راه هاد النهار خملت غير البيت، ولكن راه زعما حنا كنضربوا تماره في الدار ما كيبانش راه غير البيت. راه خملت الصالون غير المهم تخمال خفيف كتغسلي اللواني كلشي، ولكن ركزت اكثريه على هاد البيت اللي المهم نقيتو ساليتو. راه واخا تنقي دابا عاوتاني الحوايج ما كتعرفيهم منين كيرجعوا كيولي دغيا. صافي غادي نوض قلت صافي نطير مني العكس مادام الوالده مشى ها نوض. اصلا عندي الكرافس في الفريكو، المطيشه كاينه الحمد لله كلشي كاين اللهم لك الحمد. صافي نط قلت صافي ما نعكش نحداك نكمل حداكتي. ايوا نط نصبتها. المهم كاين كما قلت لكم الكرافس موجود، الحمص حتى هو فازك موجود. دغيا الانسان ما يعكسش يطيب هكا. راه واخا والله الا كيجيني العكس بعض المره، ولكن لا اله الا الله ما عندنا ما نديرو، خصو ضروري الا ما نطيش راه ما غاديش تلقاي الماكله واجده. وهنايا درت هنايا هذا العطر هذا دابا نشاركو معكم منين شريته. دار لي بحال تقولوا العود، الريحه ديال العود عرفتي غزاله، ودرتها في هذه المبخره ديال الضو عرفتي كتطلق واحد الريحه ما نقول لكمش يا سلام. صافي خليت البيت ديالي كيتعطر الحمد لله، يعني نهار كله سرجب محلول، يعني الهواء الشميشه دخلت للبيت. انا عندي الدار مهويه مشمشه يعني من جوج جهات الحمد لله، كتدخل الشمس وهكاك. وعاوتاني البرد قدنا كما عارفين السفاله كيكون فيهم ديك الميديتي وديك بحال دابا الا بقى السراج مسدودين راه غنمدوا لك الحوايج اولا. الحمد لله عندي مشمشه، ولكن ضروري كاين ديك البروده ضروري كتكون في الحيوط. صافي خليتها هنايا، خليت البيت كيتعطر وغادي نمشي نشوف فين خرجت طابتي.
ايوا هنايا صافي لقيت الحمص طاب، يعني راني كنقضي الشغل واحد اخر والطاوه هي الحمد لله كانت طابت، الحمص طاب، القطعات طابو تا هما صافي. وهنا راني خرجت كنجري للمرجان، تسخرت المرجان راه غير قريب ليا، مشيت يعني دغيا ماشي قريب بزاف ولكن المهم دغيا ما كاملاش واحد 5 دقائق. مشيت تسخرت لان كان خاصني الرز الحريره، الوالده كتبغيه بالرز. ومشيت جبت هاد الباكيه هي صدقت لي غزاله، جبت هاد الباكيه الحوت لقيتهم دايرين بروموسيون 525 درهم، ديك اللي سميتو بانكا وشويه ديال اللبن حتى هو لقيت دايرين فيه بروموسيون. وهذا الرز تقلي زوين والله الا كنخدم عند واحد السيد يعني من مونفلوري، ولكن قلت انا دابا راني ما عنديش كندير نمشي حتى لتما، يعني جربت عاوتاني هاد الباكيه هي صدقت غزاله، بقات يعني هكاك ما ديك الحبه ديالها بقات صاينه هكا صحيحه، ما ماشي كيطليط بحال الرز الاخر. صافي الحمد لله حريرتي راه حريرتي هي وجدت، وراه اول مره كنديرها بزربه وكتوجد دغيا زعما راه الحمد لله اللي ربي عاوني صراحه الله. والله الا راه كنت عيانه والله ما كنت ناوياها، فاش شفت الوالده مسكينه مشهياها قلت ربي تعالى يعاوننا، راه كنت مهدوده، راه واحد التمره راه ما كنصورش كلشي معكم، يعني غير واحد الجوج بسيط. الا جينا نصوروا كلشي راه خاصنا ماشي ساعه ماشي ساعتين، راه خاصنا نفتحوا المباشر باش عاد تعرفوا اش كيدوز علينا ديال التماره. والخصوص من حيت كنصوروا راه التماره كتضاعف ديال التصوير، حطينا دوزي من هنا عندك تقولي شي حاجه خصك ترجعي تمسحيها ولا دوز شي لقطه ماشي هي هذيك. المهم انا سلقت البيض ديالي شويه الحلوى الشبكيه، راكم عارفين حنا المغرب ضروري الحلوى الشبكيه لا مع الحريره، وعاد راه ناقصين لنا المخمر لان المخمر ضروري حنا عندنا مع الحريره. ولكن صافي اختي تسالى، راه درت انجاز كبير منين اختي درت الحريره صافي. وهنا كنقول لكم راه الفيديو قرب يسالي، ما تنساونيش بلي لايك الله يسهل عليكم. وانا راني يلا كما عاد رجعت كنحط الفيديوهات مازالني مشاهدات ناقصين بزاف. المهم ما تنساونيش الله يسهل عليكم انكم تشاركوا الفيديو ديالي مع صحاباتكم مع العزاز عليكم، وما تنساونيش بلي لايك والله يخطيكم. وشكرا لكم بزاف، شكرا اللي عاد نضاف عندي جديد للقناه، كنشكروا بزاف وكنقول لكم مرحبا والف مرحبا.